السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواعي الوصفات. أهلا وسهلا فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله رح نعمل كعك. الكعك الأساور الكل بحبه، زاكي مع الشاي وكتير كتير سهل. بس خلينا نعيد مع بعض كيف بدنا نسويه بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات إن شاء الله رح تعجبكم. جبت كيلو من الطحين، نخلته. طحين متعدد الاستعمالات عادي، ما في أي مشكلة. منخول حطيت عليه معلقتين من الحبة السمراء أو القزحة. بعدين جبت نتفة ملح على طرف المعلقة وحطيت، لازم مع الحلويات نحط له نتفة ملح للطحين. بعدين جبت معلقتين من سمسم محمص أو ني عادي، ما في أي مشكلة. بعدين بدنا نحط كلفة الكعك. أنا بعملها في البيت، هي مش صعبة، بس نفس مقدار الشومر واليانسون. بنحط مثلا كوب من الشومر وكوب من اليانسون، بنطحنهم مطحنة البهارات وبنخليهم عنا لما بدنا إياهم. حطيت معلقتين كمان من اليانسون والشومر المطحونين. حطيت نص معلقة صغيرة من الخميرة، ما بدي خميرة كتير عشان ما بدي إياها تخمر وتصير زي العجين. بدي إياها تضلها تقرش وهيك وزاكي. حطينا معلقتين من السكر البودرة، ممكن انك ما تحطيهم اذا ما بدك، بتحطي شوي بس عشان الخميرة. اذا بتحبوا يكون الكعك حلو حطوا معلقتين. حركناهم منيح وبدنا نجيب الدهن حسب ما انت بدك. ممكن سمنة لحالها، ممكن سمنة وزيت زيتون، ممكن سمنة وزيت قلي. اما زبدة وزيت قلي لحال ما بصير، بجمد هيك بخليها تيبس. الكيلو الطحين بده نص كيلو من الدهن، أي نوع دهن زي ما حكينا. أنا حطيت ربع كيلو من السمنة وربع كيلو من الزيت الزيتون، يعني نص كيلو للكيلو. في أي كعك، يعني مش بس بهذا الكعك، بأي كعك بدك تعمليه أو غريبة، لازم يكون الطحين قد مرتين من الدهن اللي بدك تحطيه. بعد ما بسيته منيح وفوت السمنة والزيت بالطحين منيح 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 يعني. بعدين بنجيب حليب دافي. أخذ معي تقريبا كوب 250 أو 300 مل، بس بنزله شوي شوي وبضلني ما بعجن، بضلني هيك أقلب لحديت ما أفوت الحليب بالطحين. شايفين هذا القوام اللي أنا بدي إياه. بحطه على جنب وبنعمل التمر جبته وحطيت معلقة سمنة، تقريبا كيلو من التمر. حطيت معلقة سمنة ومعلقة من بهار الكعك، أو إذا بتحب تحطي معلقة نص معلقة من الهيل المطحون. كتير كتير بيعطيها طعم زاكي، أو قرفة اللي بدك إياه، يعني يا هيل يا قرفة يا بهار الكعك. أما الثلاثة مع بعض لا، ما تحطيهم. زي ما انتم شايفين، أنا عشان بدي أفرجيكم كيف سويتها. أخذت قطعة من العجين وحطيت فيها تمر. قد ما تحبي كتر التمر، كل ما كان تمر كتير كل ما كانت أذكى. بس أنا لما أبدأ أشتغل زي ما أنتم شايفين، بعمل كل كمية التمر وكل كمية العجين بحطها قدامي وببدأ أشتغل عشان تسهل علي الشغل وبس. وبتعمل الحجم اللي بدك إياه، بدك إياه صغير بدك إياه كبير. حجم الكعكة هذا برجع لك. أنا والله بحب الكعك يكون صغير، منظره بكون حلو هيك بالتقديم وكتير راقي. في ناس بحبوه كبير الكعك، فهذا برجع لك. عند ما قربت بدي أخلص بآخر صينية ولعت الفرن. لازم الفرن يكون سخن، أقل إشي 10 دقايق قبل ما نحط الكعك فيه. طبعا عشانه سخن ومولع من فوق ومن تحت، أخذ معي تقريبا 12 دقيقة تستوي وتحمير. وهيك خلصنا، فوتنا الكعكات وطلعناهم. شايفين ما أحلاهم، بجننوا وريحتهم قلبت البيت قلب. كتير كتير زاكي وسهل زي ما شفتوا، ما بده أي تكلفة. إن شاء الله بتسووه وبيعجبكم. تقريبا كيلو الطحين بيسوي لك 2 كيلو أو 2 كيلو ونص. احسبي كيف لو بدك تشتري من برا. خلينا نعمله في البيت، أنظف وأزكى وأحسن. وإن شاء الله بنعاد عليكم بالخير، وكل عام وأنتم بألف ألف